السلام عليكم حبيباتي الغاليات، مرحبا بكم في القناة. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا واحد الشوربة كتكون لذيذة بزاف بالخضر والسمك. غادي نخدموا بالكروفيت اليوم إن شاء الله. إذا لهاد الوصفة غادي نحتاجو حبة من الطماطم، حبة من البطاطس، 3 حبات من القرعة الخضراء أو الكورجيت، 2 حبات من الجزر، وحبة من البصل. غادي نحتاجو الكروفيت اللي كنكونو نقيناه ديجا ودرنا ليه شوية ديال عصير الحامض وخليناه مرقد فيه واحد شوية. اذا دابا غادي ندوزو للخضر ديالنا، غادي نقطعوها هكا بشكل عشوائي. اذا هنا بدينا بالجزر، ماشي بالضروري يكون قطع صغيرة، لان حنا من بعد غادي نطحنو هاد الشوربة هادي. اذا بهذا الشكل غادي نستمر حتى نقطعو الخضر كاملة. آآ إذا هنايا الخضر ديالي هي مقطعة واجدة، وغندوزو مباشرة نطيبو الشوربة ديالنا. إذا هنا في واحد الكاسرونة غادي نديرو شوية ديال الزيت وواحد القطعة ديال الزبدة. اللي ما كيبغيش الزبدة ماشي ضرورية، المهم الدهون اللي بغيتو اللي كتخدمو بها. هنايا إلا ممكن زعما إلا بغيتو غير زيت الزيتون راه ماشي مشكل. غادي نديرو شوية ديال الحرقوم، شوية ديال التحميرة، شوية ديال السكنجبير، وغنزيدو 2 حبات ديال عفوا 2 دروسات ديال الثومة. غادي غنقطعو 2 دروسات ديال الثومة. الا بغيتو تحكوهم حكوهم. صافي من بعد غادي في هاد نتسناو على الزيت ديالنا حتى يبدا يسخن شوية. غادي نزيدو الكروفيت وغادي نشحروه بشكل جيد. بالنسبة الكروفيت ما كياخدش واحد الوقت كبير في الطهي ديالو، واحد دقيقة تقريبا حتى دقيقة يكون واجد. اذا كنحركوه حتى كنحس باللون ديال الكروفيت ديالي غير تيتبدل ليه اللون ديالو راه كنحيدوه. اذا هنا كما كتشوفوا كنزولوا دوك الحبات ديال الكروفيت وكنحتفظوا داك التوابل في الاناء، وكنخلي بعض الحبات ديال الكروفيت باش طيب معاهم الخضره وتاخد وتنس منين هذيك الخضره بداك داك داك الزيت والثومه والتوابل الى غير ذلك. كنحركو مزيان باش كينسجموا معنا المكونات. وغادي نزيدو كذلك بعض التوابل. غنزيدو السكنجبير، غنزيدو التحميرة، الحرقوم. اذا هما هادو التوابل اللي خدمنا بهم. نسيت ما ذكرتش اكيد الملحة ضرورية، الملحة حسب الذوق، لا مع الكروفيت في الاول ولا مع الخضر دابا. هنايا زدت شوية ديال قشور ديال الكروفيت مطحونين. ملي كتاخدو الكروفيت كتزولو ليه دوك القشور ديالو، كتيبسوهم كطحنوهم وكتزيدوهم هكا في الشوربات. هنايا غادي نسدو على الكوكوط ديالنا، على القاميله ديالنا عفوا، ونخليوها حتى طيب مزيان. هنا من بعد ما دازت واحد ربع ساعه كنقلبوا الخضره ديالنا واش طايبه. كنلقى حيت كطيب غير الخضره كنخليوها طيب غير في داك الماء اللي كطلق، كنقصو على البوطه ونخليها طيب على المهل. هنا خاصها مازال شوية كنسد عليها وكنعاود نردها طيب. من بعد كنزيدو ليها الماء. ملي كنزيدو الماء كنعاود نردوها فوق البوطة شوية. هنا من بعد ما طابت لينا الصوبة ديالنا كنطحنوها
وكنزيدو هذاك الكروفيت اللي عزلنا في الأول. نسيت ما قلتش لكم بلي كنزيدو واحد 2 حبات تقريبًا ولا 3 ديال الهيل، حب الهيل ضروري في هاد الشوربة هادي، هو اللي كيعطي هاديك النكهة الخاصة وكيعطيها واحد المذاق هائل. إذًا هادوك الحبوب الكحلين أو اللي كيبانوا لكم تما راه غير دوك لي grain ديال هاد الهيل، يعني ماشي مشكل ملي تنطحنو كيطحن حتى هو يتحل داك الحب ديال الهيل وكيعطينا هادوك الحبيبات اللي كيكونوا في الداخل ديال كل حبة اللي كيكونوا كحلين. إذا هنايا من بعد ما طحنا الصوبة كنردوها عاوتاني فوق النار، كنتسناو عليها حتى كتبدا تغلي هكا، صافي نطفي عليها كندوقها واش قياسها ديال الملح. أنا زدت شوية ديال الملح. إلا كان إلا كانت الصوبة ديالنا هي هاذيك راه كنقدموها هكا آآ ممكن نعتمدو عليها كوصفة للعشاء أو إن شاء الله كذلك غادي تنفعنا في رمضان الكريم بزاف، لأن كتجي لذيذة، لذيذة بزاف. ما تنساوش تجربوها إن شاء الله وتردوا عليا بإذن الله. وإلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش الاشتراك ولايك وتفعيل الجرس. بالصحة والعافية.